قبل ما امي تصحى امي لو صحيت تنفخنا يا جدعان وطلع. يا نهاري انا قلت لك يا طعمها حلو بصراحه. حلوه. اهلا بكم في المختبر. انا بتحدى كل الامهات المصريات كلهم، عشان الامهات المصريات اول ما تجيب لهم سيره ان انت هتجيب اكل من بره بيتجننوا. فانا عملت سلسله المختبر دي مخصوص عشان انا بحب مختبر ديكستر جدا، عشان كان من زمان يعني بحب اتفرج على مختبر ديكستر، وكان نفسي اعمل كده اخونا اقعد اخترع فيه واعمل فيه اللي انا عايزه. محدش يعرفه غيري، المكان ده محدش يعرفه غيري، انا وابويا وامي وانتوا. في حلقة النهاردة يا أمهاتي العزيزات احنا هنعمل الطعمية. بوم، هنعمل طعمية بوم بجد. مش عارف ايه المغري بصراحة ان احنا نعمل طعمية، بس احنا هنعمل طعمية. فده احسن وقت انت ممكن تشتري فيه طعمية عموما، بتكون كده صبحة كده بزيت كده، زيت لسه انت واخد وش الزيت كده اللي هو اللون الاسود ده لسه واخد. في سلسلة المختبر احنا بنعمل اكل في البيت وبنقارنه باكل بره، عشان تبقى المقارنه واضحه، عشان نبقى خلاص بقى الاكل اللي بيتجاب من بره نجيبه من بره، الاكل نعمله في البيت نعمله في البيت. خلصت يا مازرز، خلاص الموضوع خلص يا مازرز. اتفرجوا يا جماعه على الفيديو ده مع امهاتكم عادي، ما فيش اي حاجه هتحصل يعني، ما تقلقوش. فقبل ما نبدا الوصفه يا عزيزاتي الامهات، هسيب لكم تحت الكومنتات تكتبوا فيها الاكلات اللي انتوا عايزين تقارنوها بين بره والبيت، يعني لو عايزين تشوفوها يعني في الحلقه الثانيه من المختبر. ازيكم؟ دوستوا لايك؟ لو في عجبكم دوس لايك، لو في عجبكم دوس لايك. يعني انا شاري بالطو بتاع تربيه فنيه مش بتاع طب، لا بتاع تربيه فنيه عشان بس ما يبقاش ان احنا بنتلزق في اخواتنا بتوع طب وكده، ولا بتلزق يعني هتعمل ايه يعني؟ هتديني حقنه؟ صلوا على النبي الاول يا جدعان وتعالوا نبدا بالمقادير. اول حاجه لازم تجيب فول مدشوش، ما ينفعش تجيب الفول ده اللي هو ده الفول اللي هو بتاع التدميس ده. ليه؟ لان انا جبت الفول ده الاول ولقيت امي يعني قالت لي كلام مش كويس مش هينفع اقوله هنا في الفيديو. معناه يعني ان هو ما ينفعش تعمل بالفول ده. وهتجيب كمان كرات. طبعا الكرات ده يا جماعه هو البصل الاخضر. انا مش عارف التلزيق ده هو ريحه البصل الاخضر، كله بصل اخضر، مش عارف مفيش اي ابداع يعني. هو البصل الاخضر. طب ليه الحوارات؟ ما هو بصل اخضر نعمل ايه يعني؟ ما كنا جبنا بصل اخضر وخلاص. بس خلاص هما مامس تيك توك عايزين كده، احنا ما ينفعش نعمل ما ينفعش. ومعانا كمان توم، بصل، كزبره، شبت، بقدونس، مش عارف ايه دول، و ناسي برضو اسمه، وبيكربوناته وملح وكزبره مطحونه. فتعالوا بقى نخلط المكونات دي، عشان انا بصراحه نسيت الوصفه بتاعي. نسيت اللي بيتحط الاول، بس يعني احنا الموضوع مش مستاهل. احنا في الكبه اللذيذه اللي انا سرقتها من امي طبعا. مش عايز اقول لكم اللي حصل في اخر فيديو بتاع المكرونه بالبشاميل. يعني اقل ما في الموضوع ان انا بقيت اصور تحت، يعني ما كانش ينفع اصور فوق في المطبخ، يعني حصل حاجات ما ينفعش تسمعوها. نحط الفول المجروش طبعا، مش عارف بنحط كله ولا لا، بس احنا تقريبا بنبدا نص نص او شويه عشان الوصفه عايزه كده بقى ما تحكهاش. ونحط كمان بصل احمر او بصل عادي، بس انا بستعمل بصل الاحمر عشان بحب البصل الاحمر، او كسلت ادور على بصل ابيض بصراحه، حاسس ان انا مكسوف قوي. ونجيب كمان الكرات ونحطه كمان شبت، بقدونس. انا مش عارف ايه ده، انا مش عارف فين الشبت وفين البقدونس وفين الكزبره. هم اصلا حاجتين بس انا عطلان يعني. هم حاجتين، انا معايا حاجتين بس انا بقول الثلاثه عشان لو في حاجه غلط. بس اتوقع ده دي البقدونس، وادي الكزبره، وفي شبت جوه اكيد، بس انا مش عارف فين نحط الحاجات دي برضو كلها كده مع بعضيها. ليه؟ عشان التناسق، لازم يبقى في تناسق. وكمان معانا توم يا جماعه، ممكن احط تومه دلوقتي وبعد شويه احط توم تاني. يا جدعان الحاجات في الكب اهي، بس انا مش معايا مشترك عشان اوصل هنيل ايه دلوقتي. معلش بس يا جدعان هفصل الاضاءه الزرقاء دقيقه عشان بس عايز السلك بتاعها يعني. معلش هو الانتاج ضعيف شويه الايام دي. بتبدا بقى تخلط بفن بمعلمه، وبعديها بنحط المقادير
سلولي كده فوق بعض. فتعال نجرب. دي كلها بتتهز. صلي على النبي، صلي على النبي. دي كلها بتتهز. انا محتاجه اخفف حموله. تفتح تمام وتدي تقلبتين كده بالظبط. اتمنى تكونوا يعني واخدين بالكم من التقليب. هتلاقوا المنظر كده قدامكم، فبتدوا له تقلبتين وبتكمل عليه دشمله يعني. وانا لقيت ناس كتير بتقول ان هي اول ما تلاقيها بتبدا تلف على الفاضي انت تحط ميه وبتاع، بس في ناس كتير قالت ما نحطش ميه. فاحنا بس هنحط باقي المقادير بتاعتنا، بعدها ايه نبقى نظبط الظبابيط دي. انا هنزل كمان شويه فول تاني. حاسس ان انا مش عايز اعمل الفول ده كله، حاسس ان هو مش مستاهل يعني. حاسس ان في حاسس ان كده تمام. بعدين نجيب البصل بتاعنا الجميل، نحط البصل والثوم. مش عارف بضحك ليه، محدش يضحك. مش بضحك، مش بهزر معاك، انت مش هتتصاحب يعني. ونجيب الكزبره الناشفه. انا مش عارف لحد دلوقتي ولا لا، بس اتوقع يعني. حط شويه صغيرين كده. حط شويه عشان ريحتها اصلا. والله ريحتها ناشفه. لا بالله عليك ما تبص دلوقتي. فوق يا سليمان بالله عليك. هي بدأت تعمل نفس اللي بيقولوا عليه بتوع تيك. لا الظاهر كده ان هو لازم نحط نقطة مية. عب مية بشرب منها. نحط منها بق صغير. ناس قالوا حتة صغيرة. استنى بالله عليك عشان ما ببص الوصفة. مش معايا تاني، مش معايا اي فلوس تاني اعمل وصفة. بس حطيت سرسوب مية او سفروت ميه، مش سرسوب، سفروت ميه. مش عارف ليه، بس هم الناس على تيك توك بيقولوا كده، بيقولوا عشان القوام يبقى كويس والكبه تعرف تفرمه يعني. ما تتفرم بقى يا عم. ده انت غيت، انت قنبله غتاته. اقسم بالله انت غيت. انت اوحش واحد شفته. اقسم بالله. عارف مش عايز تتفرم ليه يا جدعان؟ عايزها تتفرم وتخلص عشان امي لو صحت من النوم. انا في المواقف اللي زي دي انا عرفت بلجأ ليه. انا هرجع للهاند بلندر. كل ما اتزنق اجيب الهاند بلندر. اطلع نجيب الهاند بلندر بسرعه قبل ما امي تصحى. امي لو صحت تنفخ معايا جدعان والله العظيم ما تعمل معايا الدنيئه لو صحت. الحمد لله. ده المطبخ اللي انا محرم عليا ادخله، الهاند بلندر. الحقونا يا جدعان. جبت اصدقائي الهاند بلندر المنقذ بتاعي. فضي بقى اللي عملناه ده في طبق عشان نعرف نهرسه. بجد حاسس ان انا تعبان جدا، مجهد جدا يعني. وحاسس ان انا قربت اوصل لقوام الطعميه. حاسس ان انا قربت اوصل للطعميه عموما، قربت اوصل للسر. فاهم اللي هو طب ما افتح مطعم طعميه. لسه السلسله دي هتدينا فرص كتير ان احنا نفتح مطعم. بص هقعد ادور لحد ما اشوف اكتر اكله انا بارع فيها افتح لها مطعم. ممكن تبقى الطعميه، ليه لا؟ تبقى طعميه تيمو. بص هفتح مطعم اسميه تيمو. بجد اي مطعم هفتحه هسميه تيمو. ده كده بس انا مش عارف مطعم ايه يعني. وطبعا يا جماعه لان القوام ده مش هو القوام اللي احنا عايزينه. احنا عايزين قوام انعم من كده، عشان هي الطعميه كده ما تسالش كتير. وانا مش عارف انت بتعجن دلوقتي ولا بتعمل ايه في ليله امك. والله يا جماعه ما عارف ده القوام اللي احنا عايزينه ولا مش ده اللي احنا عايزينه. انا لو دقت عادي صح. حاسس ان انا عايز ادوق بجد، عايز اشوف الدنيا. تصدق في طعم الطعميه والله العظيم. في كده في طعميه، فاهم؟ طعميه بجد والله العظيم. انا مش مصدق بعمل طعميه طلعت طعمها طعميه يعني. مش مصدق نفسي والله. تمام طبعا كده يا جماعه احنا المفروض احنا وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه، او مش عارف عايزينه ولا مش عايزينه. مش عارف ده هنعوزه ولا لا. بس احنا كده المفروض ان احنا نحط بقى ايه التوبينج. اول حاجه عشان ما ننساش هنحط ملح. لازم نحط ملح. بس استنى طبعا احط الاضاءه الزرقاء عشان ايه ما نرجع يعني للحياه تاني. بنحط شويه ملح كتير ولا قليله مش عارف. بص احط في ايدي شويه عشان ابقى عارف بس الدنيا ايه. حاسس كده تمام. حط شويه تاني كده عشان ايه اللي هم بتراضي بيهم ضميرك دول. وتقلب. ونجيب كزبره مطحونه. طبعا الطعميه تحب الكزبره جدا، مش عارف تحبها قد ايه يعني، بس تقريبا حب من طرف واحد يعني. بس اتوقع كده تمام. كزبره كده تمام. والله في برده معايا كزبره ناشفه. حط كزبره ناشفه مش خسران حاجه عادي. ايزي. حط اللي انت عايزه. حط تمام
كان نفسي احط شطه والله العظيم واشوف الموضوع ده هيوصل فين، بس انا لا، انا عايز اعملها طعميه بيزك بحيث تبقى ايه، ما يبقاش فيه اي حوارات وحركات. حط يا باشا الكزبره وقلب. استنى كده ادوق كده حاجه اشوف الدنيا فيها ايه. كويسه بجد مش وحشه، حاسسها فعلا فيها كده طعميه فاهم. ونيجي بقى حضري، نيجي بقى لاخر مكون معانا هو البيكربوناتو. انا كنت فاكر يا جماعه البيكربوناتو ده بيتجاب من شارع العلوم يعني في قناه اليوتيوب اللي جنبينا بس طلع ان هو بيتجاب من عند العطار عادي، يقول له عايز بيكربوناتو، العطار هيفهمك يعني. البيكربوناتو يا جماعه اشم ولا هموت؟ لا عادي شم عادي. بص بتاخد منها حته صغيره خالص، حته صغنطه ده قد كده، عشان البيكربوناتو بينفش الطعميه. مش عارف بينفشها ازاي، بس في ناس بتستبدله بالبيكنج باودر. انا بعرفكم يعني، دول ناس بيعملوا كده، ما اعرفش. الله يكون في عون بتوع طب والله العظيم يا جدعان، بيحرر اقول البتاع ده بيحرر موت. بس هو ده كل اللي انا عايزه من البيكربوناتو، يعني سكه معلقه صغيره بتاع، خلاص مش عايز منه اكتر من كده. وكده بعد التقليبه دي هتكون خلصت الوصفه بتاعتنا، مش باقي غير ان احنا نعملها. يا سلام طبعا يا جماعه معلش انا عايز اقول حاجه، بس انا حلم حياتي ان انا اعمل طعميه امسكها كده، لا امسكها كده واعمل لها كده، اطلعها كده من هنا فاهم، اطلعها كده واعمل كده ده حلم حياتي. هنسيب الطعميه تهدى شويه لمده مش عارف سكه، هم قالوا نص ساعه، بس هسيبها 5 دقايق بس عشان هي اريح انا، عشان تعبت موت. ويلا بينا نطلع على الطاسه بقى يا شيخ. معلش يا جدعان المطبخ بس مبهدل حبتين، بس انا لو قلت لامي ظبطهولي فاهم هتسمعني كلام انا مش عايز اسمعه ولا انتوا عايزين تسمعوه، معلش. وجبت كمان البتاعه دي عشان دي بقى اللي هتعمل الطعميه. هي دي الطعميه لازم اقعد شويه عشان اعرفكم بس ان دي الطعميه مش عارف ازاي اعملها بجد. بص هي اهي طعميه اهي، تمام، هي طعميه اهي. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. هي هتبقى طعميه بجد ولا لا؟ ما تهزروش وحياة ابوكم. بص هو المفروض ترميها بسرعه فاهم، بسرعه عشان ايه ما تبص منك بجد. يا جماعه شكلها بقت طعميه بجد، ايه العبط ده؟ لازم الزيت ما يقدرش ما يلسعنيش بجد. الزيت ده من لذينه. تعمل لها كده دي، اعملها بخرم. هتنفع اصلا الزيت في خرم. بس كده واغسل ايدي كويس جدا. تعالوا بقى يا جدعان افرجكم يا جدعان عشان شكلها بقت طعميه بجد العبث ده. بصوا يا جدعان دي بقت طعميه بجد يا جدعان. بصوا واعمل لها كده كمان سريه بتاعت الطعميه. بصوا زي ما انتم شايفين يا جدعان شكل الموضوع نجح معانا. انا مش عارف انا مش عارف اعمل ايه بصراحه. انا اول مره حاجه كده مش عارف اعمل ايه، مش عارف. عادي انا شيف اصلا. انت مش شايفني لابس بتاع الطب يعني فاهم، دكتور فود عشان لما تيجوا تعملوا طعميه في البيت تقولوا ده انا بقى الطعميه، دي بقى الطعميه والله العظيم بقى الطعميه مصدق نفسي بس مش عارف احتفل بصوت عالي عشان ما يصحوش يا جدعان. الجبهه ده كده هتبقى الطعميه كده، عملت طعميه كده انا نمبر 1 الطعميه. سمعت هنا عند الاضاءه طعميه. انا مش قادر يا جدعان استنى والله العظيم فاهم. تعالوا ندوق كده بس ايه حته بس، شوفوا الدنيا فيها ايه. وربي اون فاير. ما حدش يسعى بس والله العظيم جامده. بتقرمش كمان، بتقرمش سخنه معموله بزيت نضيف اون فاير. انا عندي جنان هنا يا عيال. انا مش عارف في حد بيحب الطعميه في العيش الفينو زي ولا لا، بس انا بعشق الطعميه في العيش الفينو. قطعتين طعميه تمام جمال جدا كده زي الفل. نحط بقى شرايح الطماطم الحمراء. بسم الله الرحمن الرحيم. وندوق.
لا 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 والله العظيم لا، ما ينفعش الكلام ده، اقسم بالله الكلام ده ما ينفعش. جامدة قوي، خطرة بجد، طعمها خطرة والله العظيم. كنت جعان قوي يا جدعان. تعرفوش قد ايه كنت جعان. معلش قطمه صغيره، قطمه صغيره، انت مش شايفه البلطو وبتاع والدنيا. مش انت كان نفسك تطلع دكتور؟ هتطلع دكتور؟ لا دخلت تربيه فنيه. بس بالله عليك فاهم، بما يرضي الله خد قطمه زي الناس، تاخد قطمه من الطراطيف بما يرضي الله. والله بدوق اهو، بس انا بعد كده بقى خايفه منك. والله بجد خايفه منك. بلاقي عك السنين. جرب بس ادي هي طعمها جميل. قطمه تاني ثانيه، طعمها جميل. قطمه من النص أهو. حته. شفتي بتقرمش ازاي بتعمل؟ هي طعمها حلو والله، طعمها جميل. بس مش عارفه، حاسه ان بطني هتقلب اكتر منك. ليه؟ لو عرفت كمان ان هي معموله بزيت ما شفت بقى. ما انا بقى الخوف منك ان انا بقى. كمان مش غاسل ايدي ولا غاسل يا نهاري، انا قلت لك يا بصوا بقى عشان ابقى صادق وكل اموري 100%، طعميه البيت اديها انا مش هديها عب 9 من 10. الواحد من 10 ده ليه؟ معرفش ليه، عشان يعني ممكن يبقى في طعميه احسن منها. دلوقتي حالا هاخدكم ونروح عند مطعم طعميه الساعه 7 الصبح ونجيب بطاطس. الاوتفيت يا باشا، الاوتفيت يا باشا، ورق يا باشا، الاوتفيت يا باشا. وصبولي ألف كمين مني مش جبر. ودلوقتي يا جماعه دوق الطعميه بتاع الراجل اللي جبناها من بره، هنشوف هل هي فعلا زي الطعميه بتاعتنا ولا احسن او اقل. يعني ممكن تبقى اقل، ليه لا يعني. فبس المهم هي بتبقى في ورق كده. مش عارف بقول لكم ايه يعني بصراحه. اهي الطعميه، طعميه مش وحشه، كويسه، ما فيهاش اي اكشن يعني ولا فيها. ايه ده، تصدق نسيت احط السمسم ونسيت احط الشعبطه دي. اخ والله نسيت والله يا جدعان، مع اني جبته. ام سوري هندوق دي كده ما فيهاش سمسم، مش فارقه. فبسم الله الرحمن الرحيم وندوق. طعمها حلو بصراحه. طعمها حلوه فلافي كده بصراحه، هي حلوه. بس في نقطه هنا واقفه، وهو ان في كده افتر تيست في الاخر، اللي هو ريحه الزيت ولا طعم الزيت اللي هم كانوا بيعملوا بيه. بصراحه باشا الطعميه دي اديها 8.5 من 10. نص من 10 التاني ليه؟ عشان الزيت ما كانش احسن حاجه. فبصراحه انا مش عارف المقارنه هتحسب لك ايه، لان الطعميتين حلوين. بس لصالح النظافه، فاعمل طعميتك في البيت يا ولد يا قليل الادب يا ولد. قول لامك، قول لامك يا